السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم الفراخ المشوية. أنا النهاردة معايا نص دبابيس، نص كيلو دبابيس ووركين. طلعتهم وقطعتهم بالطريقة دي عشان لما أعمل التتبيلة بتاعتها. اهي مقطعة فتحها من كل ناحية عشان تشرب من التتبيلة وتستوي كويس. تمام. ومعايا بقى البهارات اللي هنعمل بيها التتبيله بتاعه الفراخ. طبعا انا حاطه كله بودر عشان اي تفل بصل او اي حاجه لو اتحطيناها على الفحم هتتحروق. فنعمل معاكم التتبيله دي وجربوها هتعجبكم. البهارات بقى اللي معانا: معلقه صغيره باربيكا، معلقه كبيره كاري، معلقه كبيره سماق، ليمونه، معلقه صغيره فلفل، ربع معلقه زعتر، ربع معلقه كمون، بردك ربع معلقه حبهان مطحون، ومرقه دجاج، كزبره معلقه كبيره، كزبره معلقه صغيره يعني مليانه كامله. وهنا بس معلش عشان بشرته اللي هو المبشور ده بلح جوز الطيب، ومعلقه كبيره بقى توم بودر، ومعلقه كبيره بصل بودر، وبهارات سبعه نص معلقه. تمام. وكيسين من الكاتشب، معاكي اكتر من الكاتشب حطي معلقتين كبار. انا المتوفر عندي مش لاقي، لقيت كاتشب خلص عندي، فكيسين حلوين على الكميه دي. ومعانا دبس رمان، ومعانا كوبايه زبادي، ومعانا هنحط عسل. معكيش عسل معلقه عسل، معكيش عسل ممكن تحطي سكر. تمام. هنعمل بقى التتبيله دي مع بعضينا. الكبار زيت ومعلقتين خل. تمام. والخل اهو بس اشطبه ابيض. ماشي. هنحط بقى زي مع بعضينا زي ما هنقول، هنحط معلقه العسل اهي على الزبدايه على المرقه. تمام. على معلقتين الزيت على الخل. تمام. المفروض بقى يعني كنت اعصر ليمون بس هعصره معاكم. تمام. ماشي. هنحط بقى التوابل كلها بتاعتنا. تمام. ونحط الكاتشب، وحطيت معلقه صويا صوص سوري دبس رمان. تمام. وهنخلط كده الخليط ده جامد كده جامد، هندوبه جامد وبعدين ايه نرجع له. احنا كده اهو بعد ما دوبناه هنبتدي بقى مثلا ناخد كده ونتبل الفرخه جامد ومن جوه كده اهو الفتحات اللي احنا فاتحينها في كل الفراخ. هنتبل بقى الفراخ بتاعتنا كده كلها اهي. تمام. ونسيبها في التلاجة مدة ساعة لو هتعمليها على طول. لو يستحسن تسيبيها يوم كامل تشرب التتبيلة وهيبقى عندك احسن فراخ مشوية وهتدعيلي. تمام. هنخلص بقى الكمية تبلها كلها واشيلها في التلاجة ونرجع لكم. وده بقى شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. بس انا نسيت اهم حاجة طبعا الملح اللي انا اقوله لكم. الملح ده على حسب الكمية، انا حاطه نص معلقة ملح كبيرة على الكمية اللي معايا دي. فانا ما حطيتش الملح مع التوابل على اساس ان كل واحد على قد الكمية اللي بيعملها هو بيظبط ملحه. هو عايزه دلعه زي ما بيحب اهي. بعد ما حطيتها في التلاجة ساعة لان انا هشويها على طول. بردك بقى الاحسن ان انتي ايه تقعديها فترة كبيرة في التلاجة ان شاء الله لو يوم. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو احنا مولعين على الفحم عشان نبتدي بقى ان شاء الله نحطه في الشواية ونشويها. وادي الفحم اهو انا ولعته. تمام. ودفنت اللي هو القديم، الفحم يعني اللي مش متولع عليه من فوق اهو، وبيبتدي بيولع اهو يولع في بعضه. تمام. وهنبتدي ايه نسيبها بقى. اهم حاجه في شروط التشويه بتاعه الفحم ان الفحم او النار تبقى على الهادي عشان الفراخ ما تلسوعش وتتحرق بسرعه وتبقى نيه. كده مع بعض جنب الفراخ كده مكرونه سريعه. تمام. محمره. تمام. انا حطيت هنا هعمل كيس ونص، دلوقتي حطيت نص كيس هحمره اديله تشويحه كده على النار. هنا هو انا بحمرها.
حطيت بقى مرقايه اهي معاها، وزي ما قلت لكم اللي مش حابب يحط مرقه ما يحطش. هنا عندي شويه بشره لاني ما عنديش كاتشب، الكاتشب بيبقى لازم طبعا عشان مسكر. بشره طماطم مع قرن فلفل رومي، هتديها تشويحه كده مع المكرونه. وابتدي بقى بعد ما اديتها تقليبه احط نص الكيس التاني او نص الكيس التاني اهو. انا قلت بقى احط الكيسين، حطيت الكيسين خلاص. انا كنت هعمل كيس ونص اللي هو اقل من نص كيلو ده، قلت مش مشكله بقى النص ده مش هيعمل معايا حاجه، اعملها اهي كده. حطيت انا الميه وحطيت التوابل، ملح وفلفل اسود وكزبره وكاري، وحطيت معلقه صغيره قوي من الكركم عشان هو مفيد. تمام، اللي مش حابب يحطه ما يحطوهوش. تمام. وبقى اهم حاجه بقى في المكرونه المحمره دي توطي عليها، وطي عليها على قد ما تقدري تستوي براحتها عشان تبقى طريه. تمام. وقبل ما تنشف خالص تطفي عليها. تمام. هنحط بقى عليها الغطا ونسيبها ايه تستوي. تمام. نوطي عليها النار ونسيبها بس بعد ما تشرب ميتها عشان ما تعجنش، تشرب ميتها وهي لسه جوسي كده مش ناشفه خالص، اوطي عليها تستوي براحتها. كده خلصنا المكرونه. نيجي بقى لتتبيلتنا الجميله الشوايه. هنحط بقى الفراخ على الشبكه، ومعايا انا سلك دوت هقفل بيه الشبكه، لان الشبكه لما تبقى تقفل جامد على الفراخ بتستوي. انا بقول لكم بردك حاجات بتاعه شورت السوا. تمام. هي كده كده فيها القفل بتاعها اللي هو هنا ده اهو، القفل ده بس مش بيقفل قوي. تمام. هنقفل بردك بالسلك دوت وهنرصها هنا، بحيث بردك واحنا بنرصها هنسيب لها فراغات شويه بين الفرخه والتانيه عشان بردك تستوي من الجنبين وما يبقاش فرخه على فرخه، فتبقى ما تبانش الفحم ما يسواهاش فتبقى نيه. تمام. دي كده شروط الشوي كلها اللي احنا قلناها، ويلا بينا بقى نرصها في الشبكه ونرجع لكم. كده بقى احنا اهو عملنا بالشوايه، وزي ما قلت لكم قفلت اهو، قفلت بالحديد هنا من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهو اهي. تمام. الناحيتين اهو. يا سلام على التتبيله بقى ايه اهي. تمام. هنحطها بقى على الفحم ونشويها مع بعض. زي ما قلت لكم سايبه كده فراغات بين الفرخه والتانيه عشان تستوي كويس. هنا اتاخرت في الفحم فولع جامد، حاولت احط فحم تاني ولع على طول، فهي المفروض الفحم يبقى ايه اقل من كده. تمام. اقل كده في ناحيه النار يعني. هنبتدي بقى نحط الشوايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا حطينا الشوايه بتاعتنا اهي. تمام. على النار، ومش ههوي ولا اعمل اي حاجه لان كمان الفحم شادد قوي، هو المفروض الفحم يبقى اقل من كده. تمام. هنسيبها هي على الشوايه بقى تتعمل وكل شويه ارجع لكم تشوفوا تتابعوا معايا خطوات الشوي. زي ما انتم شايفين اهو، بس الفلاش لما بيشتغل مش بيبين الدخان اهو. تمام. على الشوايه اهي. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، انا بحاول كل شويه اقلبها، لازم طول ما انت حطاها على الفحم تقلبيها عشان ما تتلسعش منك بسرعه وتبقى نيه. انا بحاول اقلب فيها على قد ما اقدر، واحاول اقلب في كل الجناب، يعني اعمل كده اهو معاكم، وشويه اعمل كده وشويه اعمل كده. طبعا عشان شوايتي صغيره، لو شوايه كبيره مش محتاجه تعملي كده، وموزعه الفحم توزيع صح. وساعات اقلب الايد تبقى الناحيه التانية العكس كده اهو. تمام. يلا بينا كده بقى ايه بنشوي اهو، الدخان بس مش مبين قوي. تمام. وطب افرض حصل ان الفحم بقى، عشان انا يعني الشوايه بتاعتي صغيره، حصل ان انا ايه طفيت شويه، حطيت شويه ميه صغيرين، طفيت الفحم عشان اهديه. زي ما انتم شايفين الفحم بيشد جامد، فلازم يكون على الهادي عشان تستوي. تمام كده. ولو شوايه كبيره هتفرق طبعا، انا شوايتي صغيره، ان شاء الله بنجيب واحده كبيره احسن من الصغيره دي. زي ما انتم شايفين انا ماشيه معاكم مرحله مرحله اهي.
دي مرحلة تانية برضك وصلت ليها، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تقلبوها اهو. ريحة الشوي بقى تجنن طبعا. كده الفراخ خلاص دخلت في السوا اهي. وبرضك احنا بنشوف بالطريقة الشوكة كده اهو، بصوا بتغرز على طول اهي. ده برضك التيست بتاعها تمام، كله اهو ما شاء الله استوى. بس برضك انا بديها تشميعة تاني، بحب اشمعها قوي، حتى لو هو اللي اتحروق ده بيبقى الجلد، ولازم الفراخ المشوية تبقى كده تمام. شد بس عليها شوية كده وكده خلاص احنا هنطفي الفحم. خلاص دوت الشكل النهائي بتاعها تمام. هنحطها بقى رصها، نفتح الشوايه كده. خلاص الشكل النهائي المكرونه اهي خلصناها اهي تمام. وادي الفراخ المشويه الجميله اهي مستويه وجميله جدا 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 تمام. وادي المكرونه اهي زي ما قلنا لكم. ايوه يا نوسه، نوسه بيديني المصاصه تمام. وادي سلطه الطحينه الجميله، عملنا سلطه الطحينه. وادي الفراخ. ويا رب تكون وجبه النهارده عجبتكم، او فكره الفراخ المشويه تكون عجبتكم. واشوفكم في حلقه جديده، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.